خليني افرجك على اسكندريه. بص يا معلم، قطعت تذكرة على قطر التلج الجديد لاسكندرية على الدرجة الأولى. القطر معمول بطريقة حديثة ومتطورة جدا، سرعته بتوصل ل 160 كيلومتر في الساعة، ثابت مفيش هزة، الكراسي مريحة مش هتحس بالوقت، وبيوصلك لاسكندرية في ساعتين بالظبط. قطر سكك حديد مصر تلجو، بس ما حسيتش بالوقت الصراحه. فخور بالتطور ده واتمنى كلنا نحافظ عليه. وصلنا ونزلنا في الهوستل الوحيد في اسكندريه اسمه إيثاكا في محطه الرمل. هوستل نضيف والاجواء فيه جميله. حجزنا 3 ايام زرنا فيهم قلعه قايتباي اللي كان في مكانها واحد من عجائب الدنيا السبعه، مناره الاسكندريه، المناره الاولى في العالم، بس اتهدد بسبب زلزال في 1322. في بقايا منها في القاع جنب القلعه. الاسكندر كان عايز يعمل نقطه وصل ما بين مصر واليونان، فجه المكان ده جزيره فاروس. زرنا كمان اقدم شارع في العالم. طب يا جماعه احنا في شارع فؤاد، كان اطول شارع في العالم، عمره 2300 سنه. الاسكندر لما خطط اسكندريه عملها بطريقه رقعه الشطرنج، قطع شارع من الشرق للغرب والجنوب للشمال. كان في اهم المباني وقتها، وحاليا في اجمل مباني في اسكندريه. زرنا كمان مكتبه الاسكندريه، اول مكتبه عامه في التاريخ واشهر مبنى ثقافي وقتها، مكان بيجمع معرفة العالم في مكان واحد. هتنبهر من ضخامة المكتبة اللي فيها 11 دور. الهيكل الخارجي مصمم على شكل جفن العين عشان يحميها من الأتربة والأمطار، والإضاءة معمولة خصيصا عشان تساعد على التركيز. فيها كسوة الكعبة لعام 1830. ومش بس مكاتب ضخمة، ده فيها متاحف ومعارض لمؤرخين سياسيين وفنانين ومخرجين. المكان ثروة بمعنى الكلمة. عدينا كمان على المسرح الروماني اللي بيحسسك أكنك في روما، ومقابر اللاتين اللي بتحسسك انك في اثينا. وطبعا ما نسيناش الاكل الاسكندراني. جربنا الفول الاسكندراني من عربيه عم سعد في شارع فؤاد، والكبده البتلو والصدق والمخ بالزبده والكفته من فرج ابو خالد، والمشاوي من ابو ناصر. جربنا كمان سمان ومحاشي من ملك السمان، واكلة سمك ورز صيادية وشوربة من حوضة دونجو، واخيرا حلينا رز باللبن وايس كريم بالمكسرات من صابر. اسكندرية عروس البحر المتوسط وعاصمة مصر ال1000 سنة، مدينة عريقة تستحق اكتر من كده. متنسوش تتفرجوا على فيديو بورسعيد. اشوفكم في الفيديو الجاي.